معلومه كان نفسي حد يقولها لي قبل ما ابدا رحله رسم الحدود. يلا بينا. بعد ما بنفهم حدودنا ونحددها وكمان بنحط السيناريوهات اللي هنطبقها، بنكتشف اننا بنكون قدام نوعين من الاشخاص. النوع الاول بنسميه ذا باوندري فيرست تايمر، ودول هم الاشخاص اللي بيسمعوا عن الحدود لاول مره، الناس اللي انت ما وضحتش لهم الحدود بشكل مباشر. وطبعا هتقول في نفسك ان الناس دي متنمره، لكن الموضوع ممكن يكون مش كده خالص. ممكن يكونوا مش عارفين حدودك، وممكن يكونوا مش بيفهموا من تلميحاتك وانت بتسترسلهم على السين، وممكن يكونوا بيشوفوا عدم ردك موافقه. وممكن هنا نحط ممكنات كتير جدا. كل اللي مطلوب منك هو ان انت تعبر للناس دي عن حدودك بشكل واضح، وهنا رد فعلهم هيساعدك ان انت تكون فكره عنه. اما ان هم هيحترموا حدودك وده شيء عظيم جدا، او ان هم هيكونوا من النوع الثاني. ندخل بقى في النوع الثاني، ودول اسمهم باوندري ديستروير، ودول الاشخاص اللي بيكسروا الحدود. انت بتكون وضحت لهم حدودك وهم بيكونوا مصممين يتخطوها. هنا مش هنقول ممكن، لان هم بيتظاهروا ان هم ما يعرفوش او ممكن ينسوا، فبيختاروا بمزاجهم الحدود على حسب مصالحهم، او ان هم بيحاولوا يخلوك ترجع عن حدودك دي. الناس دي مهم جدا مع رسم الحدود تحط عواقب مناسبه ليهم. هقول لك الزيتون انك لما تبدا ترسم حدودك، في ناس هتحترم حدودك وناس هتتعمد انها تكسرها. نجاحك في الخطوه دي هي ان انت تفضل متمسك بحدودك وما تتنزلش عنها ابدا مهما كان ردود افعال الناس التانية. خليك فاكر، رسم الحدود مش بتقطع العلاقات، رسم الحدود بتعلي جوده العلاقات.